مدخل طويل بين أشجار الصنوبر والنخيل، رونق وجمال، ليست بحديقة ولا واحة، إنما هي عمران زهرة أو مدوحة سابقا. هي إحدى الإقامات الجامعية للإناث التابعة لمديرية الخدمات الجامعية تيزي وزو وسط. تعتبر عمران زهرة من أقدم وأكبر الإقامات الجامعية بالولاية، حيث تأسست سنة 1978-1979 بطاقة نظرية للاستيعاب تقدر ب2611 طالبة. أما طاقة الاستيعاب الفعلية فهي 2531 طالبة موزعة على 15 جناح. تشتمل هذه الإقامة على عدة مصالح وهياكل تسهر على حسن سيرورة الأوضاع وتوفير الراحة الكاملة للمقيمات. نذكر منها مصلحة إدارة الوسائل، مصلحة الإيواء التي تتكفل بتنظيم الطالبات في الغرف والأجنحة، مصلحة للصيانة والنظافة والأمن، مصلحة الإطعام التي توفر 3 وجبات يومياً، مصلحة النشاطات الثقافية والعلمية، الرياضية والوقاية الصحية. هي مصلحة واحدة تتوفر على عدة هياكل، منها مبنى للنشاطات الثقافية، قاعة للمحاضرات وأخرى للمطالعة، مع مكتبة ثرية بعدة أنواع من الكتب، قاعة متعددة الرياضات وأخرى خاصة بالإنترنت والبحث العلمي، ناد للترفيه وتوفير الوجبات الخفيفة للبنات، بالإضافة إلى مصلى ومكتبة خاصة به، دون أن ننسى وحدة الوقاية الصحية التي تفتح أبوابها 24 ساعة لحماية صحة الطالبات المقيمات. هذه هي إقامتنا الجامعية عمران زهرة، فمرحبا بطالباتنا الجدد.